الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه اعلنت انها مسكت السايس اللي كان بيتهجم على الراجل في المعادي عشان ياخد فلوس الركنه. كلنا طبعا كنا واثقين ان وزاره الداخليه في ثانيه تمسكه. مش دي القصه ان لازم الشغلانه دي تتشال من مصر. مفيش حاجه اسمها سايس. الشغلانه دي مش موجوده الا في مصر. اشمعنى موجوده في مصر بس؟ يعني ايه انا اروح اركن عربيتي الاقي واحد طالع لي من تحت الارض هات لي فلوس عشان اصل انت هتركن؟ هي دي مش، ده مش شارع بتاعك، ده شارع الدوله. يا جماعه الشغلانه دي لازم قرار من الدوله من فوق، من وزاره التنميه المحليه، وقرار يطلع لجميع المحافظات. ما فيش حاجه اسمها شغلانه سايس، ما فيش حاجه اسمها ركين. ويا ريت كل الناس تطالب بده. الشغلانه دي لازم تتلغي. انا اسف، بيكون طول بعرض، يعني يقدر يشتغل في مصنع ولا يقدر يشتغل في اي حته، وقال ايه بركن عربيات. ايه الشغلانه دي؟ ايه تعالى 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 بناخد منك فلوس؟ ايه الشغلانه دي يا جماعه؟ دي بلطجه، دي عباره عن شغلانه بلطجه للاسف. انا مش متخيل مثلا انا الصبح اروح احط ايدي على اي حته كده مثلا في العجوزه ولا الزمالك ولا اي حته بقى واركن العربيات واخد منهم فلوس. ايوه بعدين لو كان لابد منها لازم تكون بتنسيق من المحافظه الموجوده، والناس الموجودين يكونوا تبع المحافظه ومعاهم وصل عشان انا هركن. فانا عارف ال10 جنيه اللي هدفعها دي هتروح للنظافه، هتروح مثلا لصناديق الزباله. فلا يا جماعه لازم لينا موقف عشان الشغلانه دي تتلغي من مصر. الشارع ده بشارع الدوله، بناء عليه بتاخد فلوس.